السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة يوم جديد من نظام الطيبات. اول حاجة كده ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو عشان انتوا مؤخرا التفاعل بقى قليل جدا جدا على الفيديوهات، فبالتالي الفيديوهات مش بتتشاف، يعني مش بتقترح، لان سياسة اليوتيوب لما الفيديو يبقى عليه اقبال في اللايك والتعليقات بيقترح لناس تانية، لكن لما اليوتيوب بيلاقي ان مفيش حد بيعمل لايك مثلا او مش بيشوف الفيديو مدة طويلة، الفيديو ده مش بيقترح وبيقف عند كده، فبالتالي بيبقى مشاهداته قليلة جدا جدا، وده طبعا بيخليني احس بالاحباط، يعني ان انا بتعب في الفيديوهات وبحاول اشارك معاكم يومياتي وبالتالي مش بلاقي تفاعل، فياريت نتفاعل على الفيديوهات. واول حاجه النهارده بداتها في يومي هجرب قهوه بالكراميل. بصوا في الطبق ده الذهبي التحفه ده كراميل، انا اللي عملته امبارح بالليل، تحفه تحفه. لو عايزين انزلكم الطريقه هو سهل جدا، عملته بسكر وقطعه زبده وحليب. طبعا لا يقول لي الحليب انتوا يعني اعتقد ان الصوصات عادي مسموحه، وانا عاملاه في البيت، واللبن يعني يعتبر كده اتهرى يعني وصل لمراحل من الغليان فظيعه عشان تلاقوا النتيجه الجامده. شفتوا سموزي ازاي؟ ما شاء الله، تحفه تحفه تحفه، ناعم جدا وحلو قوي، مع اني ما ضربتوش حتى بعد ما عملته بهاند بلندر او حاجه، بس كان خطير ما شاء الله، طعمه يجنن بجد، يعني احلى من اللي بره كمان، يعني طعمه بجد غني جدا، لان انا عاملاه في البيت وعاملاه بالزبده وعاملاه باللبن، تحفه جدا على لونه على شكله، قد ايه هو جميل ما شاء الله. قلت هجرب احطه على القهوه، هو طعمه حلو يعني، فقلت هحط على القهوه معلقه. وممكن يعني انا بعد ما عملت القهوه بصراحه حسيت ان انا قلت يا ريت ما كنت حطيت سكر خالص، كنت عايزه طعمه كده يبان، يعني القهوه عادي لو مسكره مش بحبهاش، عادي ممكن اخد قهوه سكرها قليل، ساعات باخد قهوه سكرها زياده شويه، يعني مثلا معلقه ونص. فدي بصراحه انا قلت اجربها بمعلقه سكر وهحط عادي برضو الكراميل، وكان تحفه ما شاء الله جميل. فبصوا حتى لونه هتلاقي مأثر على القهوه يعني، والقهوه كانت تحفه بصراحه، بس تحسوها تقيله كده، يعني مثلا ممكن تاخدوا معاها مكعب شوكولاته، لكن حسيتها مع التمر هتبقى تقيله قوي، فقلت شويه وهاخد التمر لان حسيتها تقيله. بس فهشربها بقى، يعني حبيت اشارك معاكم التجربه دي وهي عجبتني بصراحه. لو انتوا عايزين تفصلوا كده بقى من طعم القهوه العاديه اعملوها، وطريقه الصوص الكراميل سهله جدا، هاتوا اي فيديو اصلا على يوتيوب بيعملها، ممكن اعملها لكم لو انتوا حابين. هي بتحطوا السكر، يعني انا عملت نص كوبايه سكر بس عشان ما كنتش عايزه كميه كبيره قوي، وحطيتها في طاسه وما قلبتهاش خالص لحد ما السكر بدأ يتكرمل من تحت، وبعد ما يتكرمل جزء كبير منه تبدأ تحركه كده بالسباتيولا لحد ما يبدأ بقى هو كله يكرمل، بس على نار هاديه جدا جدا جدا. بعد كده قطعه زبده حوالي معلقه، وبعد كده بنزل بعد الزبده ما تسيح واقلب، هنزل بنص كوبايه لبن، يعني نص كوبايه سكر عليهم نص كوبايه لبن، وبتسيبيه يغلي معاه وتقلبي كويس قوي. هتلاقيه في الاول كده ماسك في بعضه، بس السكر هيفك، يعني ما بياخدش وقت طويل، هيفك مع الحليب، وهيبقى تحفه، صوص حلو قوي. القهوه بشويه خدت 3 تمرات، طبعا فصلت بينهم عشان الصوص الكراميل كان مسكر، والقهوه حط عليها معلقه، فحسيت ان كده اوفر شويه، فقلت افصل يعني ساعتين كده او يعني ساعه. بعد شويه ساعه، حوالي ساعه، اخدت 3 تمرات، وبعدين بقى سبت نفسي لما جعت خالص، خدت رغيف كده قمح حطيت عليه شريحة شيدر، والنص التاني عليه مربى. المربى يا جماعة بتبقى كل اسبوع مرة او كل اسبوعين، مش كل يوم، عشان سمعت ان هي عشان الالياف اللي فيها. ممكن تاخدوا نوتيلا برضو معلقة، بس مسموحة مثلا معلقة في اليوم حاجة كده، وان المسموحات مش لازم ناخدها كتير، لا هي مسموحة ان احنا نقدر ناخدها، زي اصلا في العادي في حياتنا اليومية كلنا كنا بناكل شوكولاتات وحلويات، بس طبعا دلوقتي اي حد بيطبق النظام ده بينتقدوه بالطريقة دي، اللي هو بياخد نوتيلا، مع ان الناس عايشة على الحاجات دي اصلا، وبحلاوة المولد وحاجات تانية كتير، والحلويات طبعا احنا كلنا عارفينها والحاجات المشهورة دي، فالناس عايشة عليها. بس اللي بيطبق نظام الطيبات لو قلنا النوتيلا مسموحة خلاص كده كارثة، يعني معرفش ازاي بصراحة، مع ان التانية الحاجات الحلويات دي كلها بيبقى عليها دقيق ابيض وعليها كميات يعني من الصوصات والشوكولاتات والحاجات دي، فبحس اصلا ان هي اوفر، محدش اتكلم عنها.
عايزه اقول بقى حاجه كمان، انا كنت بفكر اصلا فعليا ان انا ابطل النظام، مش عشان هو وحش او كده، لا، عشان في ناس بداوا يصدروا فكره ان اللي بيعمل النظام ده شكله بيضير، وان في ناس بينتقدوا اللي بيعملوه الكلام ده. فبصراحه قلت ان انا هرجع تاني لنظام الصيام المتقطع، بس همنع البيض والفراخ عادي والدقيق الابيض، بس عشان الخضار والحاجات دي. بس رجعت برضو يعني شفت فيديوهات لناس ما شاء الله، ناس قمة يعني في الثقافة، مش اي حد يعني، عشان الناس فاكرة متخيلة ان اي حد بيطبق نظام الطيبات ده هو حد فاشل او حد جاهل. لا بالعكس، كلنا معانا شهادات وكلنا تعليمنا عالي وكلنا عندنا ثقافة، بس بندي فرصة لنفسنا نجرب الحاجة ونحكم عليها، مش بنحكم كده وخلاص. قلت كده هجرب يعني. انا الذره كنت بحاول افتحه، طبعا الغدا الوجبه الاخيره هتبقى تونه، فتحت كده تونه قطع وهفتح علبه الذره دي، وطبعا الذره هغسله يعني عشان هو عليه مواد حافظه، هغسله واحط منه واعمله في توست، وده هيكون اخر وجبه ان شاء الله. بعد ما بجوع بقى يعني، فرق بينه وبين الوجبه اللي قبلها حوالي 6-7 ساعات، براحتي خالص، حتى لو اخر اليوم بالليل براحتي، ما فيش حاجه اسمها مواعيد، ما فيش حاجه اسمها سعرات. المهم يا جماعة نرجع تاني لمرجوعنا، انا كنت بفكر فعلا اعمل كده، بس قلت انا مش بعمل حاجة غلط، وطالما انا مرتاحة يعني كفاية قوي قوي ان لما البريود بتيجي بتحسي ان انت مفيش اي وجع تماما. دي حاجة عمرها ما حصلت لي في الحياة. لا يعني في حاجة بجد، ايه ده يعني؟ لا في حاجة غلط. مفيش اي وجع خالص 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 خالص، ولا اكنها موجودة. فدي فكر ان هو يكمل عليه. انا بس لو حسيت ان في اي خطر هسيبه. وكمان انا مش بأفور في السكريات زي ما في ناس بتنتقد، لا انا عادي. عايزه اقول ان انا معتبر ماشيه على نظام صحي متوازن، باخد سكريات في اليوم يمكن معلقتين غير التمر والعسل والحاجات دي بس، فمش بأفور ومفيش حاجه باخدها اوفر خالص. وسامحوني على صوت البيبي الصغنون ده، هو بس يعني عشان انا مشغوله عنه فهو متضايق. عايزه اقول معلومه كمان، انا مش باخد بروتين في الغداء كل يوم، هو انا بفصل يوم بس، معظم اصلا تصويري بيبقى يوم ويوم. بس في يوم هصور لكم انا باخد رز وبطاطس عادي يعني، انا باخدها مش بحمرها دايما او مش باخدها مقليه دايما، بعملها باخدها عليها قطعه زبده ومعاها رز. ممكن لو اي صوص عندي بحط منها عادي، مش لازم تكون مقليه، مش كل يوم ناكل بطاطس مقليه، ما احنا برضو لازم نخلي بالنا حتى لو مسموحه يعني. المسموحات ناخدها باعتدال وبعقل يا جماعه. بس انا بقى مش باخد اي دواء الحمد لله يعني، مش بعاني من حاجه الحمد لله اللهم بارك مزمنه. فعايزه اقول اي حد بيعاني من مرض مزمن مفيش حاجه اسمها بطل دواء، لازم الحاجه دي تكون باستشاره الطبيب الخاص بيك، ومش بنصح اي حد يعمل كده. وبس ده كان يوم النهارده، يا رب يعجبكم، اشوفكم باذن الله على خير، مع الف سلامه.